اليوم غادي نشارك معكم واحد الوصفه ديال السلمون اللي كتجي بنينه ساهله كتوجد دغيا وغتشكروني عليها مليون في المية. كتجي بنينه وغتولي عندكم ادمان. عرفتوا هاد الوصفه كتوجد غير في 5 دقائق. نتوما عارفين بلي السلمون كيوجد دغيا. المهم غادي تاخذوا السلمون، غادي ديروا له المليحه والابزار والاعشاب المنسمه، واحد شويه ديال الثوم بودره. غادي تشرملوا هذاك السلمون ديالكم قبل ما تحطوه في المقله. هنايا غادي تاخذوا مقيله، غادي ديروا فيها معلقه كبيره ديال الزبده وهذاك الازير طري. غادي تحطوا السلمون ديالكم غير واحد شويه وكتقلبوه. من كتبان لكم حمار بهذا الشكل غادي تقلبوه من جميع الجهات حتى كيطيب وكتحيدوه بهذا الشكل. راه في ساعه كيطيب ما كياخذش نهائيا الوقت، يعني كتقلبوه من جميع الجهات، خصهم يتحمروا. من بعد ما كتحيدوه في نفس المقله غادي تجيبوا 2 ديال الريوسه ديال الثوم، غادي ديروهم في المقيله وغادي تخليهم غير واحد 20 ثانيه هكذا يعطيو الريحه ديالهم. وكتزيدوا واحد البصله مشلضه مع شويه ديال الملحه والابزار فقط، وغادي تخليوها في المقله حتى كتحمر، تاخذ هذا اللوين. وكتزيدوا مطيشه سوريز اللي كتعطي واحد المذاق لذيذ بزاف في هذه الوصفه. حتى هي كتخليوها غير واحد 10 ثواني هكذا، غير كتطلق شويه راسها. وكتزيدوا عليها السبانغ. انا هنا كانوا عندي مجمدين، الا كانوا عندكم طريين حتى هما ماشي مشكل. غادي تخلطوهم واحد شويه في المقله، ومن بعد كتزيدوا الكريمه ديال الطبخ السائله، كتخليوها في قلبوطه حتى كتعقاد هذيك الكريمه. ومن بعد في الاخير كتزيدوا السلمون ديالكم بهذا الشكل. عرفتوا هذا الصوص وهذه الطريقه ديال السلمون كتجي رائعه بزاف. في الاخير قدموه نتوما مع منش ما بغيتو. بالنسبه للسلمون هنا راه وجد، انا قدمته مع الرز كيجي رائع ولذيذ. جربوه بهذه الطريقه وبالصحه والراحه، وما تنساوش لايك لا فيديو.